بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بقى هنعمل شوية كبدة اسكندراني اخر شطشطة. مكوناتهم حاجتين اتنين: التوم والشطة. واول حاجة طبعا معانا الملح، والكبدة مقطعينها عصافيري صغيرة، ومعانا هنا التوم والشطة. نجهزهم بقى ونرجع لحضراتكم تاني. اول حاجة هنجيب الكبدة، هنحط عليها حوالي 3 أو 4 معالق خل علشان ما تبقاش زفرة، لان طبعا الكبدة ما بتتغسلش بمية، فاحنا بنغسلها بخل، واللي عايز يغسلها بليمون يغسلها بليمون، بس الليمون بيغير طعمها انما الخل لا. وبعد كده نصفيها بمصفى علشان الخل اللي فيها ينزل، وبعد كده نبدأ نشتغل بيها. خلاص احنا كده حطينا لها الخل، هنسيبها حوالي 5 دقايق بالخل، وبعد كده صفيناها بمصفى. هنرجع بقى بعد ما ظبطنا المكونات كلها وقطعنا الفلفل والكبده، طبعا جهزناها خلاص، هي متقطعه صغير، والفلفل حاولنا نقطعه برضو على حسب حجم الكبده، والثوم دقيناه في الهون زي ما احنا متعودين. معانا دلوقتي كل حاجه جاهزه على التحضير، وهنعمل بقى معاها شويه مكرونه، بس مش مكرونه بصلصه في الخلاط، ومعانا بطاطس محمره هنحمرها معاها. هنبدأ أول حاجة بقى نشتغل في الكبدة، ودي مكونات المكرونة: معانا طماطم، معانا بصل، معانا فلفل، معانا توم، معانا مكرونة. هنبدأ بقى نشتغل في الكبدة ونقول بسم الله. هنحط شوية زيت محترمين علشان تعمل صوص حلو، وبعد كده نستنى لما تسخن، يعني درجة حرارتها تبقى معقولة عشان الكبدة ما تنزلش المية بتاعتها. خلاص جربنا حتة كبدة، لما لقينا الزيت سخن نزلنا فيه بقى بالكبدة شوية بشوية علشان الزيت يفضل محتفظ بدرجة حرارته. كده بقى الكبدة لزقت في الحلة، مفيش مشكلة، هننزلها. نفضل بقى نقلب فيها شوية بشوية، ننزل شوية بشوية، اول ما تستوي ننزل الشوية التانيين. كده خلاص احنا نزلنا الكبدة كلها، هنقلبها لغايه ما مش هتستوي، يعني لان احنا عايزين المكونات كلها تستوي مع بعضيها. الكبده ما بتاخد حوالي 5 دقايق بس على النار، ما بتاخدش سواها بسيط جدا على النار. هنقلب فيها لغايه ما كلها يبقى لون واحد علشان ما تنزلش ميه، وتحتفظ بلونها زي ما احنا شايفين كده. هنفضل نقلب فيها، وبعد كده هننزل بالفلفل اللي احنا مقطعينه قطع صغيره، بس هي كانت حراقه شويه، بس هي الكبده الاسكندراني كده لازم تبقى حراقه. هننزل بالفلفل، خلاص نزلنا بيه، هنقلبه، نفضل نقلب فيه شوية لغاية ما نحس ان هو بدأ يدبل. هننزل عليه بعد كده بالثوم اللي احنا هرسينه في الهون، علشان ما يبقاش فيه قطع كبيرة. هرسناه في الهون ونزلنا بيه، بس انا هرساه بشوية ملح. خدي بالك بعد كده وانت بتعملي، دوقي الاول وشوفي الملح. انا هرسته بملح في الهون، وهفضل اقلب فيه شوية علشان كل المكونات تمتزج مع بعضيها. بس هو الكبده الاسكندراني ما بتحطلهاش بهارات، انا جايبه ده من واحده من اسكندريه صاحبتي. هنفضل نقلب فيها كده. احنا حطينا الكبده في الاول، شوحناها في الزيت، وبعد كده حطينا الشطه، وبعد كده الثوم. هدوقها طبعا علشان اتاكد من الملح، لقيتها محتاجه ملح حطيت لها شويه صغيره، لان انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا دقيت الثوم بملح. هقلبها مع الملح، اركنها بقى ورا على نار هاديه تستوي حوالي، يعني هي كده اخدت دقيقتين على النار، حوالي 3 دقايق كمان مش اكتر. اركنها بقى ورا على نار هاديه علشان ابدا اعمل على النار العاليه دي المكرونه. هنجيب صينيه، بس انا هنا حطيت الصينيه اللي هي القارب دي وغيرتها لصينيه مدوره عشان اعرف اغطيها، وعشان كان النار تبقى مدوره، يعني تبقى زي النار دي مدوره ودي مدوره. حطيت الصينيه، حطيت فيها البصل، وبعد كده هشيلها واحط صينيه تانية مدوره. هنقلب البصل، احنا مش عايزين نصفره او اي حاجه، هو يدبل، مجرد يدبل بس دقيقه واحده على النار، وننزل بعد كده عليه بالفلفل، علشان انا مش هنعمل مكرونه بصلصه، هنعملها كلها نيه مع بعضيها، وهتستوي مع بعضيها في ميه مغليه. خلاص كده هو البصل دبل حوالي دقيقه. هنزل عليه برضو بشطه، بس معاه شويه فلفل عشان ما تبقاش حراقه قوي. كفايه بقى علينا الكبده. هقلب الكبده، هي كده وصلت على ما اعتقد اللي انا عايزاه. انا قلت لحضراتكم هما 3 دقايق.
خلاص هي كده استوت، هطفي عليها النار وهقلب البصل مع الفلفل الاتنين مع بعض، وبعد كده انزل عليهم بالثوم. انا مقطعه حوالي 4 فصوص ثوم بس مع المكرونه. بعد كده هننزل بالثوم المهروس عليها، حوالي 4 فصوص ثوم مهروسين هننزل عليهم واقلبها مع بعضيها. يعني كل حاجه تنزل لازم تتقلب مع بعض في الزيت كده. احنا حطينا البصل وحطينا الفلفل وحطينا الثوم، لسه ناقص الطماطم. ننزل بقى دلوقتي بالطماطم برضو، نفضل نقلبها مع بعض، نقلبها كل حاجة هنحطها هنقلبها علشان تاخد طعم بعضي. نقلب بقى كله. بعد كده هنحط لها ايه، ملح وفلفل اسود بس. لو انت حابه تحطي مكعب مرق مفيش مشكله، اللي يريحك، بس هي حلاوتها ان هي طعمها يبقى باين ان هي مكرونه، لان في عندنا كبده فمش محتاجين بقى ان احنا ايه نزود طعم تاني. حطينا حوالي ربع معلقه فلفل اسود علشان ما تبقاش حراقه، احنا عندنا الشطه حراقه فما تبقاش مشطشطه قوي عشان لو في اطفال هياكلوا منها. دلوقتي احنا حطينا الملح وحطينا الفلفل الاسود، هنقلبها مع بعضيها وبعدين ننزل عليها بقى بالمكرونه. خلاص كده تمام. هننزل عليها بالمكرونه اللي هي مكرونه نيه مش مسلوقه. تقريبا هي كانت محتاجه ملح كمان، انا حطيت ملح، بحس انا بالطعم. هقلبها مع بعض تاني. خدوا بالكم ان المكرونه اللي انا هحطها مش مسلوقه، نيه. وبعد كده هنزل عليها بميه سخنه من الكتل. كده انا نزلت بالمكرونه، هقلبها مع بعضها كلها، كله بقى ياخد تقليبه كويسه كده مع بعض. افضل اقلب فيها لغايه ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. تمام كده. اقلبها، اقلب كله، وبعد كده بقى هجيب ميه سخنه من الكتل، ميه بتغلي، ميه انا غليها في الكتل، مش هحط ميه بارده، ما ينفعش ميه من الحنفيه تعجن على طول، انما الميه السخنه هي تكمل سواها فيها. على فكره انا حطيت شويه ميه كمان، يعني مش الكميه الميه دي بس، لان المكرونه نيه فمحتاجه ميه زياده تستوي فيها. هقلبها بقى مع بعضيها، ولو لقيتها محتاجه انت لو لقيتيها محتاجه ميه زودي لها، بس ميه سخنه مش ميه من الحنفيه. انا لقيتها محتاجه ميه زودت لها شويه ميه كمان، حوالي كوبايه كمان ميه بتغلي. بعد كده هغطي عليها واسيبها تستوي. اقلبها الاول مع بعض وغطي عليها واسيبها تستوي براحتها. مش هتاخد، يعني هي هتاخد حوالي 6-7 دقايق على النار، مش كتير. دلوقتي هنشوف. خلاص احنا رجعنا كده نشوف المكرونه، تقريبا هي استوت، فيها يعني ايه عضه صغيره كده. اغطي عليها واسيبها تستوي، تكمل سوا في البخار بتاعها. اطفي عليها النار واسيبها هتكمل سوا في البخار. كده خلاص احنا خلصنا، غرفنا المكرونه وغرفنا ايه الكبده. كده احنا خلصنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك علشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات من دمياط. مع السلامه.